خير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، بقالي كتير ما نزلتلكمش فيديو، بس قلت لا ما ينفعش بقى، كفايه كده غياب. تعالى اعمل لكم احلى فيديو. عملت صينيه جمبري كده خطيره وحلوه قوي. دلوقتي انا غسلت الجمبري وحطاه في ميه عشان ما يسودش، وعايزين بقى ننضف الشراشيب بتاعته ديت. واهم حاجه نطلع الخط الاسود دوت، اهم حاجه عشان ده مليان رمل. انا عد 3 حاجات، 1 2 3، وبعدين نفتح ونطلع منها شريط الرمل ده، وهكذا. شايفين؟ من غير ما نقشر ولا نعمل ولا اي حاجه، سهله جدا وجميله. بس يلا بقى، ما تنسوش تعملوا لايك لو لسه ما عملتوش، وتشجعوني وتعملوا متابعه للصفحه، وتشتركوا في القناه على اليوتيوب عيله سيما. ما تنسوش بقى، انا بقالي كتير ما عملتش حاجه، بس يلا شجعوني. دلوقتي بقى هنكمل تاني. شايفين؟ هو سهل جدا. نقص الشراشيب دي شكلها مش لطيف، وبعدين هنبدأ بقى ان احنا ايه، نفتح الظهر. هنعد 3 حاجات، 1 2 3، وبعدين نعمل بالخلة. شايفين؟ سهلة جدا. هنطلع بقى الشريط الرمل دوت، اهم حاجة عشان يبقى ده طعمه مش لطيف، مليان كله رمل والكلام ده. هنبدأ بقى نعمل سهلة جدا وسريعة وحلوة قوي. دلوقتي بقى هنكمل بقى. اهم حاجة تكوني حاطاه في مية عشان الجمبري ملهوش روح، بيسود او مش احسن حاجة. تعالوا بقى نشوف نحط بقى المكونات بتاعتنا. معانا توم باودر وبصل باودر وكمون وملح. دلوقتي معانا الخضار بتاعنا. هنحط زيت، احنا المفروض كنا نحط زبده وكده، بس احنا سايبينه. ده توم عليه فلفل حراق. انا مش هاخد الكميه دي كلها عشان هعمل حاجه تانية. دلوقتي بصل، نزلنا معلقتين بصل كبار ومعلقه توم. واول ما نشم ريحه التوم هننزل بالخضار بتاعنا، فلفل الوان وفلفل حراق على حسب اللي عندك. لو عندك فلفل رومي ماشي، حلو قوي. ده بقى فلفل الوان وفلفل حراق. ونزلنا معلقتين بصل وتوم، وهنقلب. اهم حاجه خدي بالك من الملح، احنا حاطين ملح في التوم وحاطين ملح في البصل. يعني بعد كده مش هنحط ملح كتير عشان ما نخليش الجمبري يبقى حادق. ناخد بالنا نراعي موضوع الملح ده عشان من حاجه ما تملحش معانا. تمام. هنقلب بقى كل المكونات، هنقلب بقى الجمبري بالخضار العسل ده. شايفين طعمه؟ والله ريحه حلوه قوي قوي قوي. هنفضل بقى نقلب. اهم حاجه الجمبري ما بياخدش وقت على النار، يعني اول ما يعني بياخد وقت كتير ما ينفعش، بيتجلد. دلوقتي نزلنا بالتوابل بتاعتنا، توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره بس، وما حطيناش ملح عشان الملح احنا حاطين في التوم وحاطين في البصل. ولو حسينا ان هو محتاج ملح بنحط، لو مش مفيش خلاص. دلوقتي قلبنا كل الخضار مع الجمبري، وبعدين هنحط ربع كوبايه ميه بس، يا دوبك تاخد يعني غلوه بسيطه. نقوم ندفع عليها ونحطها في الفرن تاخد تشميعه كده، وبعدين ايه نقدمها. سهله وسريعه. طلعتها من الفرن وشوفوا لي الجمال بقى، شوفوا لي الحلاوه. والله طعمها خطير وحلوه جدا. مادام انت منضفاه وشايله سلسله الظهر من ورا وغسلاه كويس ومخليها زي الفل، بتطلع الاكله خطيره وحلوه جدا، احسن من المطاعم مليون مره، وكمان نضيفه وحاجه انت ضامنه انت عامله حاجتك ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشجعوني، ولو لسه مشتركتوش في القناه تشتركوا واعملوا متابعه للصفحه، واعملوا بقى شير للفيديو ده يعني بين اصحابكم كده. ومستنياكم تعملوا لايكات وتكتبوا لي كومنت كده، يا ريت يعني بعد اذنكم. ومع السلامه، واستنوني الفيديو اللي جاي. باي باي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.